صفات وضمائر الملكية في الإنجليزي. ناس كتير بتتلخبط وبتحس إن الموضوع معقد شوية. النهاردة هنحاول على قد ما نقدر بإذن الله إن احنا نخلي الموضوع سهل وبسيط. لو قلت مثلا التليفون، لو قلت مثلا التليفون ده بتاع مين، هيرد واحد عليا ويقول التليفون ده بتاعي. This is my phone. ممكن يقول لي ده بتاعي على طول فيقول لي it's mine. But this is my phone. This is mine. My phone. Mine. الاتنين واحدة. طب لو قلت مثلا الكتاب ده بتاع مين، هيرد واحد عليا ويقول لي this is my book. This is mine. My book هي my phone هي mine. نفس الكلام مثلا لأي حاجة تانية. مثلا هنقول مثلا الساعة مثلا watch. My watch it's mine. My watch mine. نفس الكلام لو قلنا مثلا حاجة بتاعتنا كلنا it's our phone it's ours. It's our book it's ours. بدل ما اقول our او my بعد كده اقول الحاجة هقول it's mine على طول. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق بسيط جدا، ان زي ما في مصر كده بنهزر مع بعض اقول مثلا ده بتاعي فيقول هو ايه ده بتاعك؟ الكتاب ده بتاعي او التليفون ده بتاعي. نفس الكلام نفس الاستخدام نفس المعنى. هقول مثلا it's mine يعني ايه؟ هو ايه ده اللي بتاعي؟ it's my phone it's my book. طيب بالنسبة للضمائر كلها my phone هتبقى mine والباقي هنحط اس الملكية في الاخر. فمثلا her بتاعتها هتبقى مثلا her book هتبقى hers. الاس اللي في الاخر اس الملكية. his اخرها اس فلو ضفنا لها اس مش هيكون ليها لازمة فبتفضل زي ما هي. فتبقى مثلا his phone his it's his. او مثلا بتاعتنا كلنا it's our phone هتبقى it's ours اس الملكية في الاخر. it's their phone it's theirs بضيف اس في الاخر. الموضوع سهل وبسيط. هسيب لكم في الديسكربشن تحت لينك للي عايز يقوي المعلومه ويزودها ويثبتها عنده. وبالنسبه زي كل مره اللي عايز يتواصل معايا هسيب لكم لينك تحت في الديسكربشن للي عايز يتواصل معايا، لينك الفيسبوك والانستجرام. وان شاء الله باذن الله خلاص فاضل فيديو واحد عن السمبل اكشنز ونكون الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر خلصنا كل فيديوهات او كل التوبكس بتاعت A1. 3 درجات من اصل 9 في الايلتس، 30 من 30 ل 40 من اصل 120 في التويفل. اتمنى ان شاء الله باذن الله اكون قدمت حاجه مفيده. وان شاء الله اللي عايز يتواصل معايا اللينك تحت في الديسكربشن. واشوفكم الاسبوع الجاي باذن الله. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس تحت. واشوفكم الاسبوع الجاي باذن الله.